عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الأعزاء. اليوم غادي نقدم لكم خبز بالشعير. نحتاج للمقادير 500 غرام فرينة فورس، 250 غرام دقيق الشعير، نحتاج الملح، نحتاج لخميرة الخبز ملعقة كبيرة، نحتاج الماء الدافئ لجمع العجين. نبداو على بركة الله. ديروا الفرينة فورس، زيدوا عليها 250 غرام ديال دقيق الشعير، مغربل ومحيده هذيك البلبوله ديالو الصغيره، قليل من الملح، خلطوهم هكذا. نضيفوا خميرة الخبز ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز، ونجمعوا الكل بالماء الدافئ. هاو الخبز بعد ما دلكناه مزيان نخليوه يخمر مدة نصف ساعة، نغطيو عليه نصف ساعة ونتلاقاو معكم ان شاء الله. بعد ما ارتاح الخبز 5 ديال الدقائق وطلع لنا شويه هكذا، غادي نقرصوه بهذا الشكل. نقرصوا الخبز نديروه في اللاطه اللي فاش يخمر، ندخلوه للفرن على درجه الحراره شويه مرتفعه. من يخمر نشوفوه ويطيب ان شاء الله، نشوفوه في صحن التقديم. خبز الشعير مشاهدينا الكرام اللي حضرت لكم اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. سهل وبسيط وما فيه شي مواد كيماويه، نتمنى تجربوه وتردوا عليا. كانت هذه وفاء تحييكم وسلام الله عليكم.